وقال في الحسين: يا من تنزل من وحي السما دينا، يتلى فيخرس أفواه المصلين، لئن قتلت غريبا حزت مشرقها والمغربين، وإن ضيعت مسكونا، فالموت ينقل من ضيق إلى سعة، ما كانت الأرض لولا الموت تكفينا. الشاعر الأستاذ إبراهيم الكعبي. السلام عليكم سادة الحضور، عظم الله أجوركم، الله يوفقكم إن شاء الله. قطعة قبل القصيدة: يا كربلاء يا عبير المسك، يا سمر العشاق فيك عن الأوطان لاهينا، بما اختلبت عقول العاشقين، وقد أصبحت تدنين منهم من تشائين. ليس العجيب من الحسناء لو عشقت، فأكثرت في المصحات المجانين، لكن لمن جننت بالوصل عاشقها، فلا يزال بطول الوصل مفتونا. فاستقبلينا وإن شابت مفارقنا، وبالذي لك أضمرناه ضمينا. القصيدة عنونتها: لم يدرك الفتح، مناسبة 40 الإمام الحسين عليه السلام. بلسان حاله عليه السلام أقول: أتنظر أم أنت لا تنظر، أما راع مقلتك المنظر، وماذا تشاهد؟ هل سيل موج تحدر من بشر يهدر، كسيل من العرم المستفيض يحار به الواصف المخبر، يسيل كأن بطون الغمام بحب الحسين غدت تبقر، ففاض بها كل فج عميق رجالا فلا راكبا تظهر، كما البرق لاح ضياء الحسين فبالزائرين غدت تمطر، وحال اصفرار أديم العراق سوادا فبالناس يستشجر، كأن الثرى في طريق الحسين مدافن أصحابها تنشر، ليوم الحساب أو استنبتوا نباتا وكالشجر اخضوضروا، علام ومن أجل من أسرعوا ومن أجل ماذا قد استنفروا، يدوون كالنحل في سيرهم، يسبح هذا وذا يذكر، وذاك يصلي بجنب الطريق وذياك يبكي ويستغفر. أجل إن علقتهم بالحسين أجل وأعظم لو تشعر، وذلك أن قلوبا لهم حوت حبه كيف لا تطهر، وتحوي ضمائر مثل الحسين رياحينها لم تزل تعطر، كأن الحسين أخوهم، كأن أبا الزاحفين له حيدر. أدلاء للخير لا يقنعون من الخير مهما له أكثر، ومهما النواهش فيهم غدت تلوك وتدفن أو تفجر، فلا ينقضون ولا ينقصون، لأن قضيتهم أكبر، لأن الحسين لهم مصدر، ولن ينقضي ذلك الكوثر، ولن ينتهي نسلهم في البلاد، نعم ينتهي الشانئ الأبتر. سلام عليهم، سلام على أدلاء للحق لم يفتروا ولم يتعبوا من طويل العناء برغم الطغاة وما كدروا. وماذا أينجس فيض البحار إذا الكلب في مائه يكشر. سلام عليهم عتاد الحسين، بهم بين كل الورى يفخر، يقول: فمن مثل زوارنا ومن مثلنا يقصد الزور، ويدعو حبيبا وفي كفه سجل وفي طرسه يسطر، يسجل أسماء زواره حبيب على ذاك مستوزر، يقول: أتدري حبيب الذي
لأولاء في حشرهم أضمروا، ومن منهم حضرته الوفاة فإني لدى موته أحضر، ولست إلى تركهم أستطيع سبيلا وهم لي ما قصروا، إذا طلبوا عاليات الجنان فداهم وعذري لهم يجدر، حبيب فسجل كبار الشيوخ ولا تنس نسوتهم تذكر، ولا تنس تكتب أطفالهم تقول بأنهم قصروا، فهم لذويهم لدينا شهود بأن ذويهم لنا أصحر، وسجل بناتهم والشباب وثوب الحياء لهم مظهر، وكرر كتابة بيض اللحى فسعيهم واجب يشكر، حبيب أتعلم كم زائرا فعدهم كاد لا يحصر، يضيق به ورق الحاسبين وتثقل عن حمله الأسطر، فلا تختزلهم بذكر الجموع لأن فرائدها تكثر، فإني لأعرفهم بالشخوص وكل تفاصيلهم أذكر، حبيب ولي خدم مخلصون أجل من الوصف لو صوروا، يلذون خدمتنا مثل ما يلذ لطعم الفم السكر، مواكبهم في طريق المشاة وداخلها بالهنا يشعر، ينفس عنه عناء المسير وما منة عندهم تذكر، تسموا بخدمة زوارنا وذلك أروع ما سطروا، لإكرامهم قد أهانوا النفوس وهم سادة الأرض والمفخر، فريقان في سبق للجنان فيكرم هذا وذا يشكر، قليلون في الأرض أمثالهم وما في السماء مثلهم معشر، حبيب فسجل لهم ضعف ما يرومون مني وما قدروا، وإن خادم زاد أضيافه على حد ما تسع الأقدر، فضاعف عليه إذا عينه على خده أصبحت تقطر، ولا يبتئس فأنا ضيفه وإن قل في بابه الحضر، وإني ليؤنسني بالقليل وفي ليل وحدته أسمر، أحب مواكبهم كلها وأحسنها الموكب الأصغر، لأن مضيف زوارنا بخجلته لم يزل يشعر ولم يتباهى، وما للرياء بخاطره خاطر يخطر، فيا زائري في طويل الطريق صغير المواكب لا تنظروا، لأن البساط بها لا يقيل من الحر والبرد لا تستر، تأدب بآدابنا واسترح بأضعفها كلما تعثر عليها، ولا تتركن موكبا لعلك بي وسطه تظفر، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.